لو انت مركز في شغلك قوي ومحافظ على قيمك قوي وبتحاول انك تعمل الحاجة وربنا شايفك فبتتقنها قوي، اعرف ان ربنا هيسخر لك قلوب الاقوياء في المجال بتاعك، يدوك دفعات للامام، اللي هيشاركك واللي هيشغلك معاه بمرتب احسن واللي هيحسن سمعتك ويتكلم معاك، لان المحسن المتقن ربنا بيديله دفعات في الرزق وبيسخر له العباد. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وده اللي حصل مع سيدنا يوسف في السجن لما كان بيدعو الناس إلى الله وبيعاملهم كويس، فقالوا له فسر لنا الرؤيا إنا نراك من المحسنين. موضع ثقة، عنده credibility، مصداقية. وبالتالي انت ركز في شغلك قوي ولا في دراستك قوي، وخليك جنب تركيزك وإتقانك خليك أمين وصادق وساعد اللي حواليك، وده ربنا شايفه وهيبعت لك اللي أغنى واللي أكبر واللي عنده تمكين